الأخبار عاملين إيه؟ النهاردة بقى في الحلقة بتاعتنا هنتكلم فيها عن اللي محدش قالهولك عن التوقعات، وليه بنتوجع دايما لما الحاجة ما تمشيش زي ما احنا متخيلين. وخليني أقولك حاجة ممكن تكون السبب في وجعك. أنت مش زعلان علشان اللي حصل، أنت زعلان علشان اللي كنت متوقعه ما حصلش. واحنا دايما بنبني توقعاتنا طول الوقت من غير ما ناخد بالنا. دايما نتوقع ان الناس تفهمنا، وبرضه دايما نتوقع ان اللي بنعمله يتقدر، وان الحاجات تمشي زي ما احنا عايزين بالظبط، ونرسم في دماغنا سيناريو كامل يحصل زي ما احنا متخيلينه. ودايما نتخيل ان الموقف هيبقى عامل ازاي، والشخص ده هيقول ايه، والنتيجة هتطلع ايه، وتعيش جوه التوقع ده طول الوقت كأنه حقيقي. لكن اول ما الواقع يجي ويمكن يكون مختلف نهائي، دايما بنزعل مش علشان اللي حصل وحش، لكن علشان مش شبه اللي في دماغنا وزي اللي احنا رسمناه بالظبط. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فما تنساش بقى تعمل اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نكمل الحلقة. تعالوا بقى نبتدي الحلقة بتاعتنا بسؤال مهم جدا. كم مرة زعلت علشان محدش عمل حاجة كنت انت متوقعها؟ وكم مرة برضو انت اتضايقت علشان حاجة ما مشيتش زي ما كنت انت حاططها في دماغك؟ الحقيقة هنا ان التوقعات هي اللي بتوجع مش الواقع. وتستنى دايما رسالة وما تجيش، تتوقع رد فعل معين ويطلع مختلف، وتدي برضو اهتمام وما يرجعش بنفس الشكل، فتحس ان في حاجة غلط بتحصل. بس خليني اقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها لك. المشكلة هنا مش في الناس، المشكلة في الصورة اللي انت رسمتها عنهم اصلا، وانك حطيت توقع من غير ما تقول، واستنيت من غير ما توضح. ولما ما حصلش كل الكلام ده ساعتها زعلت. مش كل الناس هتفهمك، ومش كل الناس هتتصرف زيك، ومش كل الناس برضو هتمشي زي ما انت عايز، وده طبيعي جدا. المشكلة انك تتخيل وبعدين تزعل ان الحقيقة مش شبه الخيال. يمكن مش محتاج تبطل تتوقع، بس انت محتاج تقلل انك تتوقع الكلام ده كله. ويمكن انت مش محتاج تبطل تتوقع، بس محتاج تقلل تسيب مساحة حقيقية تبقى مختلف عن الناس، وتدي الناس فرصة تبقى على طبيعتها جدا زي ما انت المفروض تبقى على طبيعتك برضو. وكل ما توقعاتك تقل ساعتها راحتك انت بتزيد. واللي محدش قالهولك عن التوقعات انها مش دايما امل، هي اوقات بتكون ضغط على نفسك وعلى غيرك. ويمكن المرة الجاية لما حاجة ما تمشيش زي ما انت متخيل ساعتها ما تزعلش قوي. ويمكن المشكلة مش في اللي حصل، يمكن في اللي كنت انت متوقعه اصلا. يلا الحلقة الجاية بقى نحكي فيها عن خيبة الامل، وليه لما بنتعلق بحاجة ساعتها بنتوجع أكتر. يلا سلام.